ازيكم؟ في الفيديو ده عملت اقوى تحدي في تاور ديفنس. فكرة التحدي: هندخل ماب وهنخلي الصعوبة مولتن، واللي هيكسب في اقل وقت هياخد 140 روبوكس. اول حاجة نحدد الماب. انا خيرت المشاركين في التحدي ما بين الثلاث مابات دول، وهم اختاروا الماب ده اللي هو يو تيرن. تاني حاجة، في قوانين للتحدي. دول كل التاورز اللي في اللعبة، اللي لونه اخضر مسموح واللي لونه احمر مش مسموح، وكمان الباكج الجولد ممنوع علشان بيقوي التاورز. تالت حاجة اني هدخل معاهم في الماب، وده هيخلي عدد التاورز اللي يقدروا يحطوها اقل، والفلوس اللي هتجيلهم اقل، وكمان عشان اتاكد ان كل التاورز اللي اتحطت مسموحة. كل القوانين دي هتخلي التحدي اصعب وامتع. وعايز اقول لكم حاجة: اي حد هيخالف القوانين دي هيعتبر خسران على طول من غير محاولة تانية. 4 متابعين هيتنافسوا على الجايزة: الياس، عبد الرحمن، همام، مدحت. ودي التاورز بتاعت كل واحد. المتسابق الأول إلياس. في الأول حط شوت جنر. في ويف 16 في 2 ما ماتوش، وده هيزود الوقت، وكمان حط ايس بايلوت. ولكن في ويف 20 كانت سهلة قوي. في ويف 23 في 2 عدوا، واحد مات بسهولة والتاني لأ. في ويف 27 في واحد عدى بس مات في الآخر. ويف 28 كانت سهلة قوي. ويف 31 كانت صعبة وزودت الوقت. في ويف 32 بدأ يحط ميلاتري بيز. وفي ويف 39 طور الميلاتري بيز. في ويف 40 الوحش كان بيتدمج ببطء، وكده هيموت متأخر وهيزود الوقت، عشان كده بدأ يحط ميني جن. بدأ يستخدم مهارة الميلاتري بيز علشان يحاول يدمج الوحش. بدأ يحط ايس بايلوت تاني. في الآخر مات، بس زود الوقت قوي. كسب الماب في 14 دقيقة و11 ثانية. أتوقع كان ممكن يجيب وقت أقل من كده، بس مفيش محاولة تانية. المتسابق التاني عبد الرحمن. عبد الرحمن حط في الأول شوت جانر. في ويف 9 في واحد عدى بس حط شوت جانر عشان يقتله وما يزودش الوقت. ويف 10 حط ووردن. في ويف 19 في واحد عدى وده زود الوقت. ويف 27 كانت سهلة بالنسبة له. ولكن في ويف 28 في واحد برضه عدى بس في الآخر قتله. في ويف 30 حط ميني جان، وكانت ويف سهلة.
في ويف 39 حط ميديك عشان يستعد للويف الأخير. كل ما الوحش بيدمج التاورز بتوعه هو بيستخدم مهارة الميديك وبيهيلهم. عبد الرحمن قتل الوحش في وقت أقل من إلياس، وعبد الرحمن كسب في 13 دقيقة 22 ثانية. المتسابق الثالث همام. في الأول همام حط شوت جنر، في ويف 15 حط ميني جن، وفي 20 كانت سهلة قوي. ويف 23 كانت سهلة شوية. ويف 26 كانت سهلة بالنسبة له. ويف 30 حط الكترو شوكر. ويف 34 و 37 كانوا سهلين. همام بيفكركوا تحطوا لايك واشتراك. في ويف 40 حط ميديك وبدأ يستخدم المهارة بتاعته. همام كسب في 12 دقيقة 46 ثانية. المتسابق الرابع مدحت. مدحت في الأول حط إس بايلوت، وفي ويف 10 حط بيرومانسر. في ويف 11 حط ميني جان. ويف 25 كانت سهلة قوي. ويف 28 و 32 كانوا سهلين شوية. ولكن ويف 34 و 35 كانوا صعبين. ويف 39 كانت صعبة. ويف 40 معرفش يقتل الوحش بسهولة.
هنا مدحت كتب جي جي استسلم، بس في الآخر عرف يقتله. مدحت كسب في 18 دقيقة 44 ثانية. وكده نقدر نقول ألف مبروك لهمام، وهارد لك للباقيين. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عاوز تشاركوا في التحديات اللي جاية ادخلوا سيرفر الديسكورد، هتلاقوه في وصف الفيديو. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. سلام.